إيه هو الفرق بين إنك تحس إنك تعبت وبين إنك وصلت للفشل العضلي الحقيقي؟ الأغلبية في الجيم بيوقفوا عند أول حرقان في العضلة أو أول إحساس بالوجع. في الحقيقة يا وحش ده مش فشل، ده اسمه إرهاق مؤقت. جسمك بيقول لك كفاية شكرا. العضلة مش بتنمو بالإرهاق، العضلة بتنمو بالجهد الفعال. العلم بيقول لك إن النمو الحقيقي بيحصل للعضلة في آخر 3 أو 4 عدات قبل الفشل بثواني. آخر 3 أو 4 عدات دي هي اللي بتجند كل الألياف العضلية اللي ما كانتش بتشتغل. طول ما أنت قادر تقول كمان عدّى والفورم بتاعك سليم، أنت لسه ما عملتش حاجة. علشان توصل للنمو لازم تعدّي مرحلة الإحساس بالتعب، لازم توصل لنقطة ما تقدرش ترفع الوزن تاني لوحدك. نصيحة أخيرة، خلّي تمرينك علمي مش عاطفي. الprogress الحقيقي موجود بعد آخر عدّة أنت خايف منها. اتحدى الفشل الوهمي اللي في دماغك وادفع نفسك للفشل التقني الآمن وشوف النتيجة. سلام.